ازيكم يا اساطير، انا نور وبحب الانمي. ايوه انت اسطوره عشان بتتفرج عليا وعلى الحدوته بتاعت النهارده كلها غموض واكشن وهتحبوها معايا. وقبل ما نبدا الحدوته عايزين نوصل الفيديو ده ل1000 لايك ويلا بينا نبدا الحدوته. وبفكركم بالحلقه اللي فاتت، اللي ما سمعهاش ينزل في الفيديوهات عندي يسمعها، ان شيمورا كان بيتضرب قدام حبيبته من هاماكين، وعلشان يسيبها كان مضطر ان هو يقلع هدومه. وجه شيمورا وصديقه كانيكو النهارده في قعده صفا ان هم محتاجين حد يعمل مونتاج للفيديو، وحاولوا بكل الطرق ولكن الفيديو ما بيتعدلش. عايزين يحذفوا الحته اللي كان شيمورا بيقلع فيها هدومه. طيب هتقولي لي ليه ما مسحش الفيديو كله؟ لانه كان جايب اعلى مشاهدات، وشيمورا وصاحبه كانيكو ما كانش عندهم حل غير انهم يطلعوا بلايف انهم محتاجين حد يعمل لهم مونتاج للفيديو. والناس قاعده بتكتب لهم تعليقات غريبه وبيقولوا له انت عايز تشيل الفيديو اللي انت كنت بتقلع فيه، وبيبتدوا يعايروه. وبيبتدي شيمورا يقول له هنعمل ايه يا كانيكو؟ اتصرف. فكانيكو بيقول لهم فيكم حد هنا بيعرف يعمل مونتاج للفيديوهات ولا لا؟ وبيرد عليه كذا حد، ومنهم واحد راجل عجوز بيقول له ايوه انا بعرف اعمل مونتاج للفيديوهات. وشيمورا بيقول له يا صديقي بس ده راجل عجوز مش هيفهمنا، احنا شباب برضو عايزين نظبط الدنيا. فكانكو قال له احنا كده كده مش هنتفق معاه بسهوله، هنقعد معاه ونشوفه ولما نتفق يعمل لنا الفيديوهات. وابتدى شيمورا ياخد رقم تليفون اللي بيعمل مونتاج وبيكلمه علشان يقابله في الفصل بتاعه. وقبل ما يجي الراجل العجوز ده طلب من شيمورا ان هو يبعت له هديه على التليفون. وشيمورا اول ما ورى كانكو الكلام ده كانكو قال له اعمل له بلوك بسرعه، ده شكله بيستغلنا. وبس كانكو ما خلصت كلامه وابتدت بنوته صغيره في السن تدخل وتكلم كانكو وصديق شيمورا. وشيمورا بيستغرب منها قوي، وكانكو بيقول له يا عبيط دي هي الراجل العجوز اللي مستنيينه، ولكن هي حتى صوره مستعاره. وكانكو بيشوح ويقول لها هو انت اللي جايه تعملي لنا بقى مونتاج؟ فبترد عليه وبتقول له عارف مره والدي كان جاي متاخر وكان داخل بزهرتين ورد، واحده مليانه والتانيه فاضيه، واول ما جه يتكلم معايا الكلب كان بيشوح له. عارف والدي عمل فيه ايه؟ وبيبتدي كانكو يخاف وبتقول له انا خلصت حكايتي. وطبعا ده كله كان استهزاء بكانكو بتشبهه بالكلب بتاعها. وكانكو بيقول لها ما تاخدناش كده على الحامي، ورينا بس انت بتعرفي تعملي مونتاج للفيديوهات ولا لا؟ والشموره اول ما بيوريها الفيديو وهي بتشوف الفيديو وتقول له ده مش بس الفيديو محتاج يتقطع، ده انت لبسك كمان محتاج يتعمل فيه حاجات كتير. وبيبتدي يتكسف شموره ويقول لها خلاص انا عينتك مش محتاج نتكلم اكتر من كده. وبتبتدي لينا صاحبه المونتاج للفيديوهات بتسلم عليهم وبتتفق معاهم ان هي خلاص بقوا شغالين هم ثلاثه سوا، وابتدوا ينزلوا الفيديو ده على اليوتيوب ان هم لقوا صاحبه مونتاج شاطره وانها خلاص بقت من التيم بتاعهم. وطبعا اللي بيشوف الفيديو ده بتكون حبيبه شيمورا القديمه اللي هي كاميليا، وبتقول ده شكله نسيني وبقى شغال على اليوتيوب. وكاميليا بتكون ماشيه في الشارع وبتروح وبتلاقي لمه كبيره وبتروح عشان تعرف هو في ايه هناك، وبتلاقي رجاله كتير ملمومه، ولما بتبص بتلاقي ان هو سايبر وكل الشباب اللي فيه مضروبه وفي واحد بس قاعد على الجهاز ومستمتع وهو بيلعب. ولما بيجي واحد كبير بيكلمه بيقول انا مش قايم من هنا غير لما احصل على 100 ين، وبيبتدي ان هو يضربه ضرب فيروسي، وعينك بقى ما تشوف الا النور والضرب في الضلمه. اما كانكو بيمسك شيمورا ويقول له بص ده ماكس مقاتل عظيم وبياخد بطولات كتير، وطلعت عنه اشاعات بالهبل وفيديوهات مش حلوه كتير، ولانه كمل في فيديوهاته وما بصش للي حواليه كمل صح. وبيخلي شيمورا يخمن هو كان بيلعب ايه، فشيمورا بيقول له اكيد كان بيلعب ملاكمه صح؟ فبيضحك عليه كانكو بيقول له لا تايكوندو، وان الضربه الواحده من التايكوندو بتودي الواحد اللومان. وبتدخل لينا وبتقول لهم فعلا التايكوندو دي بالذات هي اقوى واسرع لعبه رياضيه، وان بلاكمه واحده بس بتموت اللي قدامك. ما قالتش كلام اكتر من اللي قاله كانيكو اصلا، ولكن بتبتدي دلوقتي تزود عليه وتقول له هي بتعتمد على القوه والسرعه. وبتقول له في مره كمان اتعمل تجربه بين الفنانين القتاليين اللي عندهم خبره في قياس القوه والسرعه، اما التايكوندو 219 سرعه، اما القوه بقى بتوصل ل 1043، ودي اقوى واحده فيهم واسرع واحده فيهم. وشيمورا بيقول لها حلو قوي الكلام ده بس انا ايه علاقتي بالموضوع ده كله؟ فكانكو بيرد عليه ويقول له ايه يا شيمورا مش عايز تشغل القناه بتاعتك بمهارات القتال ولا ايه؟ دي مهارات قتال جديده. اما لينا بتزود على كانكو بتقول له على فكره في مقاتلين كتير من الام ام اي في جميع انحاء العالم بيستخدموا برضو تقنيات التايكوندو. وبيقول له كمان يا شيمورا احنا عايزينك تتعلم التايكوندو وتلاعب اقوى واحد اللي هو ماكس وتغلبه. وشيمورا بيتعصب قوي وبينفجر من العصبيه ان هو مش هيقدر يقاتل واحد زي ده، وان شيمورا لو ما عملش كده مشاهداته هتبدا تقل وبالتالي ربحه يقل. وده الباشا سيونج اللي قاعد في المدرسه وحاطط رجل على رجل وبيشرب السجاير براحته، وبيطلب منهم ان هو يكون غني وياخد منهم فلوس بدل ما يضربهم وياخد منهم الفلوس غصب عنهم. وسبب قوته وسرعته هو انه كان لاعب تايكوندو قديم. ومش بس كده بيستغل اصحابه اللي في المدرسه وبياخد منهم اي حاجه هو عايزها، سواء جزمتهم سواء شنطهم سواء لبسهم، وكل التلاميذ طبعا بتخاف منه وبتديله اللي هو عايزه. وشيمورا لما بيبتدي يشوف فيديوهاته بيبتدي يتجنن من الرعب. اما سيونج
اللي ضرب اصحابه في المدرسه ابتدى يتهجم عليه 3 اقوياء وبيقولوا له بقى انت سيونج بقى اللي ضربت اصحابنا في المدرسه، احنا بقى هنوريك. وبيبتدي سيونج بضربه واحده يخلص على واحد منهم، وبيبتدي يضرب التاني وبيضرب التالت، وبيعرفوا ان هو كان لاعب تايكوندو وبيخلص عليهم. وكانكو بيكون بيصور سيونج، وسيونج في الاول مش واخد باله، واول ما سيونج بيشوف كانيكو بيبتدي كانيكو يتاسف له ويجري بسرعه على شيمورا، وشيمورا بيقول له انت جالب المصيبه لحد عندي، فبيقول له المفروض المره الجايه اكون واخد بالي، وما بيكونش واخد باله ان سيونج جاي وراه. وشيمورا ما بيبقاش عارف يعمل ايه، بيبقى عايز ياخد ديله في اسنانه ويجري، ولينا جايه من بعيد على اساس ان هي تنقذهم، وبيقول لهم انتوا كنتوا موجودين هنا انتوا الثلاثه علشان تصوروني فيديو. وهم الثلاثه بيبتدوا يعتذروا له وبيحاولوا يهربوا منه بسرعه قبل ما يمسك واحد واحد فيهم يخلص عليه، وبيقول لهم الضرب بتاعي كان ضرب فيروسي مش كده. وقبل ما بيمشوا سيونج بيلقطهم وبيقول له انت بقى بتاع اليوتيوبر اللي بتكسب ملايين من ورا الفيديوهات، واكيد طبعا جاي تصورني عشان تكسب من ورايا، انت جيت لي في البخت، انا طبعا عايزه اكون غني وهستغل الفيديوهات بتاعتك، يمكن جاي تضربني ولا حاجه عشان تكسب من ورايا فلوس عشان تصورني في الفيديو وانت بتضربني فيه. وبتخلص الحلقه يا اصحابي على المشهد ده. تفتكروا شيمورا هيعرف يتعلم فنون القتال بتاعه التايكوندو ولاعب سيونج ويغلبه ولا لا؟ وبكده يا اصحابي تكون خلصت حدوته النهارده. اشوفكم على خير في فيديو المره اللي جايه. ما تنسوش تعملوا لي كومنتات باسم الانمي اللي حابين الخصه، وما تنسوش الاشتراك واللايك للقناه.